السلام عليكم يا نساء، شلونكم؟ إن شاء الله كله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد عن التروفو. تروفو اللي مرضني الصراحة، يعني سويت فيديو عليه لو تورطت، بس مو مشكلة. طبعا ليش تروفو ما يسيب لك وقت مشاهدة كامل؟ يعني مثلا انت بثيت، خلصت البث، جبت 100 ساعة مشاهدة، تجي بالكونتنت وقت المشاهدة تلقى محسوب لك فد 20 ساعة أو 30 ساعة. فتقول ليش السبب؟ ليش ما تحسب لي وقت مشاهدة؟ السبب إنه المشاهدين مالتك AFK، يعني ما يتفاعلون ما يعلقون، مجرد مشغل خالد جهاز وشغل البث وخلص، ذاتس ات. يعني لا يعلق، لا يتفاعل، لا يسوي شيء، فهذا وقته كله ما ينحسب. السبب الثاني إنه من تسوي صندوق كنز. سويت لكم مقطع شلون تسوون صندوق كنز، اللي هو منه هذا الصندوق. نسوي مثلا هذا صندوق الديسكفري، شكو واحد يدخل للصندوق. مثلا انت خلينا نقول طبالك انه اللي يجي يشارك بالصندوق لازم يشاهد البث مالتك فد لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق أو 20 دقيقة. شكو واحد دخل للبث وشاهد، كمل وقت المشاهدة المطلوب من عنده، هذا ما محسوب الوقت كليته. أي واحد دخل للبث عن طريق الصندوق مال الاكتشاف أو عن طريق شاف الصندوق مالتك ودخل، هذا ما راح ينحسب وقت المشاهدة مالته أبدا. هي المنصة هيك تقول، يعني شو السبب؟ ما أعرف ليش خالين الصندوق لحد ما أعرف. مثل ما شرحت لكم بالفيديو السابق، عسى ولعل إنه المتابع راح يشوف بثك أو يعجب البث مالتك ويحبك ويتابعك، حبيبي والله. هاي الأوقات ما محسوبة. فهذا توضيح بسيط، يعني الوقت المشاهدة شلون تحسبه. لازم المتابعين مالتك يكونوا متفاعلين ويعلقون بالشات ويدزون، دائما يدزون مانا. اللي يرفع البث مالتك هي نقاط المانا اللي تعطيها مجانية التطبيق، يعني يعطيك إياها، هي تعتبرها على حال لايك. بارتنر مال هالشهر همين إن شاء الله راح نشرحها بالفيديو الجاي. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم، إن شاء الله استفاديتم من الفيديو، ونلتقي بالفيديو القادم.